لو انت داخل عشان عنوان الفيديو فخليني اعرفك انك مش هتقدر انك توازن بين الدراسة والشغل من اول مرة، والموضوع ده هياخد معاك وقت كتير جدا، وهتلاقي انك في اوقات كتير بتحاول انك توازن بينهم وتعمل مجهود جامد، بس في الاخر ما بتقدرش ان انت توازن بينهم. انا في الفيديو ده بس بقول لك تجربتي الشخصية واهم الحاجات اللي انا كنت المفروض اعملها وما عملتهاش، واهم الحاجات اللي انا عملتها وفرقت معايا. وببساطة انا جاي ادردش معاك كده. الفيديو ده مش هيكون فيه مونتاج كتير، انا جاي اكلمك بس عن تجربتي الشخصية زي ما قلت. فلو انت شخص لسه بتدرس ايا كانت مرحلتك، فالفيديو ده مهم جدا ليك، لاني هقول لك شوية حاجات لازم ان انت تعملها عشان تقدر ان انت توازن بين الدراسه والشغل، او الدراسه والكونتنت كرييشن، او الثلاثه مع بعض. وبرده هاجي انقل لك تجربتي الشخصيه في الموضوع ده، وركز قوي على كلمه شخصيه لانها بنسبه كبيره هتختلف معاك. فبس كده، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وبس كده يلا نبدا. اول واهم حاجه هتساعدك في الموضوع ده وهي انك تحدد اولوياتك. يعني مثلا لو انا عندي امتحان بكره وعندي كمان ديدلاين تسليم فيديو كمان اسبوعين، انا اولى هنا بالنسبه لي ان انا اذاكر الامتحان بكره، وكمان العكس. يعني مثلا لو انا عندي امتحان كمان اسبوعين وعندي ديدلاين فيديو بكره، هبدا في انهي فيهم؟ اكيد هبدا في الشغل. فلازم ان انت دايما تحدد اولوياتك وتعرف ايه الاهم قبل ما تبدا في اي حاجه. تاني اهم حاجه بعد تحديد الاولويات ان انت تعمل جدول. يعني ايه جدول؟ يعني ان انت قبل بدايه كل اسبوع تكتب كل حاجه عندك في الاسبوع ده، سواء كان معاك تسليم فيديو او شغل، او لو انت عندك امتحانات، وكمان لو انت عندك دروس خلال الاسبوع ده اكتبها في الجدول. وده هيخليك قبل ما تدي اي وقت تسليم لاي كلاينت بتبقى انت عارف المفروض تسلمه الفيديو امتى بالظبط، بحيث ان انت ما تجيش تتفاجئ ان انت عندك مثلا مذاكره او عندك درس وهكذا. فدول هم اهم حاجتين تحافظ عليهم، لان هم دول الاساس لاي حاجه احنا هنبنيها بعد كده. تاني حاجه اكلمك عنها وهي ازاي تقسم يومك بين المذاكره والشغل، او المذاكره والكونتنت كريشن. قبل اي حاجه في شويه حاجات كده لازم ان انت تحافظ عليها، عشان الحاجات دي هتفرق معاك جدا، وفي منها حاجات انا اهملتها وفعلا ادركت اهميتها بعدين. في عصفور واقف لي بقاله نص ساعه، انا خايف منه يا جدعان. بص، اول حاجه وهي الراحه. لازم ان انت تعمل فترات راحه بين كل سيشن شغل او مذاكره، وده هيفرق معاك جدا، لانك لو قعدت فتره طويله على المكتب هيأثر على عينك وعلى ظهرك وعلى كل حاجه. فازاي تقدر ان انت تقسم الراحه؟ اول حاجه انت عندك طريقتين. اول حاجه ان انت تقعد 45 دقيقه، بعد كده تاخد بريك 10 دقائق. تاني طريقه وهي انك تشتغل او تذاكر لمده ساعه، ودي حاجه انا كنت بعملها، وكنت ممكن اقعد بالثلاث واربع ساعات على المكتب متواصل، والموضوع ده بعد كده بيأثر عليا. ولما تيجي تاخد بريك حاول ان انت تبعد عن السوشيال ميديا والموبايلات او اي شاشات على قد ما تقدر. حاول ان انت تتمشى، تقوم تشرب ميه، تعمل اي حاجه غير ان انت تتفرج على السوشيال ميديا، لان دي مش راحه، انت كده بترهق دماغك وعينك اكتر. تاني حاجه كنت بعملها برضو هي النوم. لازم انك تحافظ على اوقات نوم ثابته واوقات صحيان ثابته، لان ده هيأثر معاك جدا في الطاقه والتركيز خلال اليوم. طب انا بقى كنت بعمل ايه؟ انا كنت بنام متاخر جدا وبقوم بدري جدا. يعني كنت ممكن انام الساعه 2 او 3 واقوم الساعه 5 الفجر. ده طبعا ما كانش بيديني الطاقه الكافيه ان انا اكمل اليوم، فكنت بضطر ان انا ازود كافيين، وده بالتالي بيأثر عليا. فحاول على قد ما تقدر ان انت تثبت اوقات للنوم وللصحيان. تالت حاجه تقريبا وهي الرياضه والاكل، والحاجه دي انا ما عرفتش اهميتها الا بعد ما الدراسه ما خلصت، اللي هو في الاجازه يعني دلوقتي، لان الموضوع ده اثر على جسمي بشكل كبير جدا، لاني كنت بقعد فترات طويله جدا على المكتب من غير ما اقوم او اتحرك. كمان ما كنتش بعمل رياضه، يعني كنت بعمل اكتر حاجه غلط ممكن تتعمل. فحاول على قد ما تقدر انك تلعب اي رياضه، حتى لو مش هتروح مثلا مكان او هتروح جيم او هتروح مكان تتمرن في رياضه معينه، حاول انك تنزل تتمشى شويه، والموضوع ده هيفرق معاك جدا. وكمان الاكل، حاول انك تظبط اكلك وتحدد كميه كافيين معينه خلال اليوم عشان ما تزودش عنها كتير قوي، فبالتالي هتأثر على عقلك وعلى جسمك كله. رابع حاجة وهي انك تيجي يوم الاجازة تاخده كاجازة. يعني مثلا ما تجيش يوم الجمعة او اي يوم انت بتاخده اجازة، سواء كان السبت الحد ايا كان، وتقول لا انا اليوم ده مش هاخده اجازة، انا هقعد اذاكر او هقعد اشتغل عشان استغله. انت كده مش بتستغله، انت كده بتأثر على نفسك بشكل كبير جدا، وهتيجي تعوض يوم الاجازة ده في نص الاسبوع وهتلخبط الدنيا اكتر. فحاول انك لما تيجي يوم الاجازة تفصل خالص عن اي حاجة، ما تذاكرش ما تشتغلش، وده مش هيكون تضييع وقت، بالعكس انت كده بتستثمر وقتك عشان ما تجيش في نص الاسبوع وتاخد الاجازه. خامس حاجه ودي بعيده شويه عن الشغل او كده، وهي انك ما تراكمش اي حاجه في المذاكره، عشان هتيجي في شهر الامتحانات وهتتزنق زنقه مش كويسه خالص، وهتضغط على نفسك، وهتاخد المنهج اللي انت كنت المفروض تاخده في ترم هتاخده في شهر، فبالتالي ولا هتثبت المعلومه كويس، والمذاكره هنا مش هتكون مفيده زي ما هتقسمها خلال الترم، وده هيضغط على دماغك جدا، وهتطلع شخص مجنون كده ومش كويس خالص يعني. زي ما انا طلعت وقعد. طب ازاي تقسم يومك بين الدراسه والشغل؟ قبل ما اقول لك ازاي تقسم يومك بين الدراسه والشغل، لازم اقول لك ان دي مش حاجه انا كنت بعملها كل يوم، لان كان بيجي عليا ايام بتضغط فيها فمش بنام مثلا بدري، فبقوم متاخر، فباثر على بقيه اليوم. فده انا ما كنتش بعمله كل يوم، لكن انا جربته اكتر من مره وفرق معايا. الا حاجه بسيطه هقولها لك. اول حاجه وهي انك تصحى بدري، يعني مثلا على الساعه 5 او 6. طبعا المثال ده ينطبق على الناس اللي مش بتروح مدرسه، لانك لو بتروح مدرسه الموضوع هيختلف جدا عن اللي انا هقوله. بعد كده هتصلي الفجر وهتبدا باهم حاجه وهي المذاكره، لانك
لانك الوقت ده بتكون لسه فايق وطاقتك كويسه جدا ان انت تذاكر وتنجز على قد ما تقدر. لانك هنا انت ممكن مثلا لو قدرتك الشخصيه ان انت مثلا تذاكر ساعه او ساعتين كحد اقصى، لا انت ممكن تركز وتذاكر لمده 3 او 4 ومش هتحس بالوقت ده، لان بيبقى فيه بركه كبيره جدا. وطبعا ده لو انت بعدت عن الموبايل والسوشيال ميديا، لانك لو الموبايل كان جنبك فانسى كل اللي انا هقوله دلوقتي، وكرر السيشنز دي 4 مرات او 3 مرات على حسب انت كنت بتذاكر قد ايه في السيشن الواحده. والموضوع ده انا كنت بعمله في اوقات كتير، هو ان انا اقسم وقتي كسيشنات، يعني مثلا ان انا اذاكر ساعه وبعد كده اخد بريك ربع ساعه وكده. فانا كنت بعمل الموضوع ده شويه، لكن انا جربته في اوقات تانية زمان وكان بيفرق معايا جدا. بعد كده هتنزل تعمل اي رياضه، حتى لو كانت ان انت تمشي شويه، ولو انت مش تقدر تنزل ممكن ان انت تتمشى شويه في البيت، تعمل كام عدة ضغط، كام عدة بطن، وهكذا حاجات بسيطه عشان بس تفك جسمك من القعده فترات طويله على المكتب. طبعا انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، وهي ان انت لو تقدر تستثمر في مكتب وكرسي كويسين حاول تعمل كده، لان الموضوع ده مهم جدا وهيفرق معاك. ولما ترجع من تحت، يعني مثلا لو انت رحت جيم او لعبت اي رياضه او حتى اتمشيت في البيت، هترجع تكرر نفس الموضوع السيشنز لكن في الشغل، وركز على قد ما تقدر انك تاخد بريك كل شويه وشويه، عشان ده هيفرق معاك جدا لما ترجع تشتغل تاني. بعد كده لما تخلص المذاكره والشغل اللي عليك هتقعد تريح شويه قبل ما تنام، واعمل في شويه دول اي حاجه انت عايزها تكون بعيده عن الشغل والدراسه. ويا ريت في البريك اللي قبل ما تنام ده حاول ان انت تبعد عن الشغل والدراسه، وكمان تبعد عن السوشيال ميديا، والموضوع ده عامل مشكله كبيره لاغلب الناس، فحاول ان انت تبعد عنه. وانا كمان لسه بحاول احل الموضوع ده، ان انا ابعد عن السوشيال ميديا في فترات الراحه، او حتى ان انا اقلل من وقت استخدامها. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وبس كده، سلام.